موسيقيات أصيلة. كاين موسيقيين مساكن ضعاف بزاف. حنا بدورنا كنقابة خصنا هادوك الناس هادوك خصنا نلموهم ونجمعوهم ونوقفوا معاهم ونشوفوا المتطلبات ديالهم شنو هي وشنو يمكن لهم يديروا وشنو يمكن لهم ما يديروش. وبالاخص عندنا في أصيلة، انا كنلح على مدينة في أصيلة. راه اي مدينة في المغرب راه فيها ملعب موسيقي، أصيلة ما فيهاش. علاش ما كايناش راديو هنايا في مدينة أصيلة؟ ما كايناش قناة إخبارية من دون أصيل تي في اللي كتواجد في بلجيكا، قناة إخبارية، وما كايناش استوديو تسجيلات في مدينة أصيلة اللي يستاهل العمل يكون في مستوى مطلوب. لأن شفنا حنايا أشخاص عندهم نقابات وأسسوا نقابات ومدة سنين هذه ما شفناش شي تطور ملحوظ يعني في الأعمال ديالهم. هادشي اللي كاين. أنا عندي فكرة الحمد لله ما عندنا شي ما طامعين في والو، ما طامعينش حنا شي حاجة مثلا شي يجمعوا فلوس ولا نطلبوا من باب النقابة ولا عندنا شي. لا هما الناس هما طلبوا مني قالوا لي ودي في أصيلة راه عندكم الناس من عندهم شي بطريقة فنية. بس شنو المشاريع في أصيلة دابا حاليا ما كاينة مشاريع لا والو. أصيلة عندها شهر في العام الصيف غشت. للأسف شديد كتلقى شي عراقيل تماين. بعض الناس ما فهمتش علاش كاين عراقيل وخيمة جدا ماشي كاين اللي يحاربك بزاف الناس اللي يحاربك. علاش؟ ما خصكش تكون عندك الخير على مدينتك. واش هما ما كيحملوش على المدينة أو شي حاجة أخرى ما عرفتش، الله أعلم. واحد السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم أشرف أسيم من قناة أصيل تي في، طبعا من بلجيكا لأصيلة، وعنستقبلوا أحد الفنانين سعيد الشمالي. أهلا وسهلا بالزايلاشي ديالنا سعيد الشمالي. شكرا ومرحبا بالقناة ديالكم قناة أصيل تي في مدينة أصيلة. ملي كنقولوا أصيلة المغرب كامل البلد الثاني ديالكم الحمد لله، ومرحبا ألف مرحبا بكم معنا. الله يحفظك. ملي كنقولوا أصيل تي في يعني مباشرة كيطيحنا بالذهن ديالنا هي أصيلة، وهي مختزلة طبعا مدينة أصيلة، وحكم لأن قناة أصيل تي في تأسست في بلجيكا في بروكسل العاصمة، ولكن حنا ما كنساوش بأن أصيل تي في تابعة أصيلة. إذا حنايا اليوم كنتواجدوا معاك لأن سمعنا وجاتنا أخبار بأنك أسستي طبعا نقابة الفنانين في مدينة أصيلة. احكي لنا، تفضل. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الاخ سعيد العزة، اسم الشهرة هو سعيد الشمالي. فعلا كانت عندنا واحد الفكرة باش نكون واحد النقابة ديال الفنانين. ملي كنقول الفنانين ماشي يعني الفنانين غير الموسيقيين، كاين فنانين بزاف. كاين فنان موسيقي، كاين فنان ناحت، كاين فنان تشكيلي، كاين وسير. ومنا واحد الاخبار بعد كاين قبل ما ندير حتى شي حاجه، من واحد الاخبار من السلطه المحليه باش مدينه أصيلة، وصل التاريخ باش عملنا تاسيس المكتب ديال النقابه. هذه النقابه هي الامانه الجهويه للنقابه المغربيه للفنان المهني. كتشوف بأن فنانين مدينة أصيلة مقصيين من جميع الفعاليات الوطنية؟ طبيعي. وشوف دابا حنا ملي كنقولوا أصيلة كما كيعرفوا الجميع كتسمع أصيلة مدينة الفنون. مدينة الفنون اللي كتسمع مدينة الفنون يعني أصيلة راه فيها فنانين. وسألنا طبعا حول موضوع لماذا لم يتم يعني عمل نقابة في مدينة أصيلة، حكم بأنها هي الأساس في الفن. يعني مدينة أصيلة معروفة يعني بالفن والفنانين والتشكيليين وشعراء، وفيها مطربين يعني كثار، فيها أشخاص، فيها الشباب كثار، فيها ناس كبارين. سد راه تيعملوا فعالية ديال الطرب الأندلسي جميل جدا. إذا غادي نوضعوكم أكثر في الصورة غادي تشاهدوا بعد هاد لي زيماج ونرجع لكم ثاني. مرحبا.
إذا رجعنا لكم بعد ما شاهدتوا بعض لي زيماج ديال الطرب الأندلسي، رجعنا الموضوع ديالنا الأساسي هو تأسيس النقابات الفنانين. شنو الدور ديالها بالضبط، شنو المشروع ديالها؟ لأن طبعا الفنانين مدينة أصيلة خصهم يعرفوا هاد النقابة هذه اللي تأسست شنو الدور ديالها. تفضل. شكرا على السؤال هذا. شكرا جزيلا على السؤال هذا. أول حاجة حنا فكرنا نعملو هاد النقابة مدينة أصيلة ماشي من أجل شي مصلحة، عملنا هاد النقابة هادي بالعكس باش نجمعو الشمل ديال الموسيقيين ديال أصيلة، لأن أغلبية الموسيقيين المساكين مبقاوش كيبانو، الفرق الموسيقية مبقاتش في أصيلة. تصور على أن مدينة الفنون وفيها موسيقيين وما كاينش فرق موسيقية في أصيلة. هذه نقابة جهوية أو لا أمانة جهوية، يعني عندنا طنجة، تطوان، الحسيمة. ملي كنقولوا طنجة كنقولوا حتى أصيلة، يعني عندنا إقليم كنقولوا إقليم، عندنا أصيلة، طنجة، تطوان، الحسيمة. الدور ديالنا حنايا أولا شنو باغي نقدموا للناس الفنانين اللي هذاك شنو باغي نقدموا لهم. كاين بزاف الأمورات. عطينا مثلا على سبيل المثال، لأن كاين فنانين دابا اللي كيشاهدونا خصهم يعرفوا هاد النقابة شنو الدور ديالها، شنو غتضيف ليهم هما كفنانين وكموسيقيين كرسامة يعني شنو هما الاشياء المشروع اللي جايه به هاد النقابه باش تاسست. هاد النقابه هذه اول حاجه غادي تفتح واحد الباب ديال الخيرات باش اي فنان يجي يتسجل فيها. وبالنسبه للدور ديال النقابه مع هاد الفنان هذا، انا بحال قلت لك دابا كاين بزاف الامورات اللي هي اول حاجه ما كاينش معهد موسيقي اصيل. خصنا نشوفو كيفاش الاولاد نتكلموا باسم النقابه، لابقاش يكون عندنا واحد المعهد موسيقي في أصيلة. ثاني حاجه كاين موسيقيين مساكين ضعاف بزاف. بالنسبه للموسيقيين في أصيلة ما عندهم والو، ما كاين والو، لان أصيلة ما فيها حتى حاجه. بالنسبه للقوت اليومي العمل ما كاين والو. دابا حنا دورنا كنقابه خصنا نتحركوا معاهم، خصنا نشوفوا، يعني نشوف ما نديروا لهاد الناس هادو. شنو هما الشروط للانضمام للنقابه؟ شنو هي الشروط بالضبط؟ الشروط واضحه. حنا اللي يكون مثلا اللي خارج في النقابه هذه خصو يكون فنان، بحال قلنا، اما خصو يكون موسيقي او مطرب او لا فنان تشكيلي او سير، يعني كاين بزاف فنانين، بزاف انواع ديال الفن. واش اي شخص عنده غير موهبه الغناء انه ممكن انه يجي ينضم للنقابه، او لا خصها توفر فيه الشروط انه كيقوم باعمال تسجيليه مثلا؟ نهضروا حنا نمشيو على شق المطرب مثلا، عنده اعمال فنيه كيصور شي حاجه، عنده شي اشياء موجوده في السوشيال ميديا، لا غادي يقدر يضيف شي حاجه للنقابه او لا؟ هذه نقطه مهمه. دابا كما كنشوفوا دابا شحال من واحد كاين في أصيلة، وماشي في أصيلة، كاين بزاف في المدن في المغرب، كاين بزاف ديال الشباب ولاو كيكتبوا لراسهم، كيلحنوا لراسهم، كيسجلوا. هذه مزيانه، يعني كيعمل كلشي لراسو، ولكن كاين بعض الامورات المساكين ما كيوصلوهاش، ما كاينش اللي غادي يوصلوا. حنا بدورنا كنقابه خصنا هذيك الناس هذوك خصنا نلموهم ونجمعوهم ونوقفوا معاهم ونشوفوا المتطلبات ديالهم شنو هي، وشنو يمكن لهم يديروا وشنو يمكن لهم ما يديروش، ونزيدوا نشجعوهم. وضروري ان شاء الله غادي نكون واحد المكان اللي غادي يكون فيه حصص ديال الموسيقى بالنسبه للاطفال، بالنسبه للشباب، لان الشباب اليوم انت كتشوف، وبالاخص عندنا في أصيلة. انا كنلحن مدينه في أصيلة، راه اي مدينه في المغرب راه فيها معهد موسيقي، أصيلة ما فيهاش. راه حنا خصنا نشوفوا كيف نديروا، ضروري يكون عندنا واحد المعهد موسيقي باش الوليدات يعاود يتسبلاو شي حاجه اللي ما مزياناش، يتسبلاو بالموسيقى. دابا تصور دابا حاليا كيجيو عندنا بنات ولاد هادي كيغنيو اصوات جميله وحافظين داكشي، يا سلام، ولكن شكون اللي ياخذ بيدهم؟ ما كاينش اللي ياخذ بيدهم.
واش النقابات الفنية ممكن أنها تدمج يعني الأشخاص اللي هما واجدين في الساحة، مثلا على سبيل المثال نمشيو حنايا للفنانين المطربين وعندهم أعمال فنية في السوق، واش ممكن أنها تدمجهم أو لا تتواصل مع الوزارة باش تقدر تدمجهم في برامج صيفية على الصعيد الوطني؟ أنا ما كنهضرش على الصعيد المحلي، وأيضا الصعيد المحلي لماذا لا؟ لما يكونش واحد مسرح كبير مثلا على الهواء الطلق، وكاين اماكن ممكن انه يدار فيها داك المسارح هذيك وراها تشكيلنا ليسباس بزاف، وهذا ممكن يشجع على سياحه مدينه اصيله، ويكون في نفس الوقت كيتقاضاو مبالغ ماليه اللي تكون محترمه كتستاهل الاعمال اللي كينتجوها من فلوسهم الشخصيه. حنا طبيعة الحال عندنا الفكرة على أننا باش نشوفوا ديك الشباب دابا راس داك، نشوفوا ديك الشباب ضروري يندمجوا معنا، وغادي نبحثوا عليهم واحد بواحد، غادي نشوفوا كاملين غادي ندمجوهم معنا، وكاع اللي مازال هاوي تا هو باغي تا هو يتعلم موسيقى، باغي يكون مطرب، باغي كذا كذا، تا هو مرحبا والف مرحبا. غير داكشي كيكون توزيع. كاين اللي دابا بحال قلت، كاين اللي دابا واجد، كاين اللي مازال ما وجدش، يمكن نتعاونوا معاه وتيوجد تيوصل تا هو. علاش لا؟ لا، على سبيل المثال بالنسبه لنا حنايا قبل كانت عندنا غير جمعيه ماشي نقابه، الحمد لله راه شحال الناس اللي شحال الفنانين اللي وقفنا معاهم ووصلوا. كنشوفوا في مدينه اصيله ما كايناش استديو تسجيل او قناه اخباريه او راديو، على سبيل المثال مقر راديو اللي ممكن انه يستضيف شخصيات يعني فنانين من شتى القطاعات. يعني علاش ما كايناش راديو هنايا في مدينه اصيله؟ ما كايناش قناه اخباريه من دون اصيل تي في اللي كتواجد في بلجيكا، قناه اخباريه، وما كايناش استوديو تسجيلات في مدينه اصيله اللي تستاهل العمل يكون في مستوى مطلوب. تفضل، واش هاد المطالب هذه ممكن انها تلبيها الوزاره ديال الثقافه او لا مسؤولين محليين؟ غادي ان شاء الله من بعد ناخذ الوثائق ديال النقابه، يعني ماشي بوحدنا، يعني كاينين نقابات اخرين اللي مندمجين معايا، الاصدقاء ديالنا والزملاء ديالنا، كاينه بفاس، كاينه في الكناس، وكاينه حتى في الرباط. ناقشنا في هذا الموضوع هذا، وان شاء الله ضروري يكون هادشي اللي كتقول كامل خصو يكون. غادي نديروا واحد المجهود كبير ان شاء الله ربي باش نقدروا نوصلوا للمسائل هذه. خصها تكون، خصها ضروري تكون. واش حاطين خطط او مده زمنيه للمشروع ديالكم باش انه توصلوا مباشره من هذا الوقت؟ ناخذوا وصل الايداع ديالنا، غادي نبداو في المشروع ديالنا مباشره، ضروري. لان هذا الانسان اللي كيكون مسؤول على واحد الجهه خاصه، خصو ينوض يجري يكعب. يعني شفنا حنايا اشخاص عندهم نقابات واسسوا نقابات، ومده سنين هذه ما شفناش تطور ملحوظ يعني في الاعمال ديالهم. نتوما باش ممكن انكم تميزوا على الاخرين، شنو هو الشيء اللي غادي تجيو تميزوا به؟ ما يمكنش بصراحه، ما يمكنش تعمم النقابات كاملين. لا ما قلتش نقابات، قلت بعض النقابات. كل واحد بينه وبين اللي يخلقوا. من الاخر الانسان اللي عنده النيه ديالو صافي، راه باغي يخدم، باغي يتحرك، باغي يعمل يوصل حتى هو راه خصو يخدم. اما الا كان مثلا النيه ديالو على اساس باش هو مثلا الصعيب باش يدبر، باش يعمر جيابو وينصب على الناس، هذا راه كيبقى بينه وبين الخالق الرحمن بين المسؤولين. هادشي اللي كاين. حنا هاد الفكره الحمد لله ما عندناش، ما طامعين في والو، ما طامعينش حنا شي حاجه مثلا باش يجمع الفلوس ولا نطلبوا من النقابه ولا عندنا شي. لا لا لا، حنا بس عندنا برنامج حنا خدامين عليه، خصنا هذاك البرنامج يتنفذ.
ديك البرنامج ان شاء الله واخا تكون بالجيجا ان شاء الله يا ربي رانا غنصيفطو لك حتى تما ان شاء الله. غنصيفط لك البرنامج. بالنسبه لادماج بعض الفنانين المغاربه او الاحرار مدينه اصيله ما عندهمش بطاقه فنان، واش نتوما تقدروا تعاونوهم باش تاسسوا لهم الملف ديالهم باش ياخذوا بطاقه فنان؟ تفضل. ممكن هذا الموضوع ناقشنا مع اخوان وهما الناس هما طلبوا مني قالوا لي بدي باصيله راه عندكم الناس من عندهم شي بطائق فنيه، كاين شي حاجه قليله. دابا قال لي شوف لا ديروا النقابه ديالكم هاد المسائل ديالكم وطلبوا لي باش غادي نطلع الملف تاع النقابه نحطو في وزاره الثقافه ان شاء الله يا ربي، وغادي يكون كل فنان ببطاقه الفنيه ديالو اي فنان. بس شنو المشاريع اصيله دابا حاليا ما كاينه مشاريع لا والو. اصيله عندها شهر في العام الصيف غشت للاسف الشديد للاسف الشديد اصيله عندها شهر. لاحظنا بان حتى الاماكن فين كيديروا يعني تمارين الفنانين قبل ما يطلعوا المسرح ولا قبل ما يشاركوا في شي تظاهريه ما كايناش واش؟ لا ما كاين شوف الاماكن ديال التمرين ولا ما كاين حتى حاجه باصيله خصك تلوث وتابع ما كاين والو. هي للاسف كاينه فضاءات موجودين فضاءات وفضاءات خصهم يكونوا ديال السكان وماشي ديال السكان يعني المواطن المغربي كامل بصفه عامه خصو يكون تما. كاين عندنا مثلا نعطيك مثال بسيط كاين مركز حسن ثاني والتقاليد التربيه، هذاك المركز هذا خصو يستافدوا منه اطفال يستافدوا منه الشباب يستافدوا منه الناس من اصيله من طنجه من منطقه الشباب كامل خصهم يستافدوا منه. للاسف كتلقى شي عراقيل تما بعض الناس ما فهمتش علاش كاين عراقيل وخيمه جدا ماشي ونقولها مباشره. هذه الاماكن هذه تاع المنتدى. فهمنا، يعني اشياء كثيره دخلوها في المنتدى ما بقاش تابعه يعني انا نقدر نقول لك مثلا يمكن نضحك الشطاط اللي في الجامعه والبلاط اللي في الجامعه باسم المنتدى كأن حتى الجامعه ما عندها والو كلشي بالمنتدى. يعني لا اعضاء ديال المنتدى بغاو يجمعوا المسائل ديالهم يجمعوها ويخليو البلاد هيداك يعني عريان ما عندها والو. يعني الساكنه مدينه اصيله عارفه بهذه القضيه ولكن كل شيء عارف وحتى شي واحد ما يقدر يقول شي حاجه من حقهم. علاش من حقهم؟ نقول لك اش من حقهم لان كاين بعض الضغوطات يعني كاين ناس كيضغطوا عليهم بزاف نقول لك كيقبعوهم كاع كاين القبع درجه القبع درجه القبع. ديك مثال بسيط مثلا الان انا كرئيس جمعيه عندي احتفال مناسبه وطنيه ليا ديال العرش المجيد غادي تمشي لعند واحد مسؤول على واحد المؤسسه اللي هي فضاء خصو يكون تاع الجمعيات وعطلب من الناس من واحد الطلب كتب له واحد الطلب بعدا قول له الله يخليك راه حنا عندنا واحد الاحتفال واحد المناسبه ديال العرش راه عندنا واحد السهره لو جلس على خاطرك الله يجزيك بخير واش ممكن تعطينا واحد اليوم ولا 3 ايام باش نديرو مثلا واحد بروفات التمارين بس المسامع داكشي هذاك. كان الجواب ديالو قال لي ديك انا والله كنتفكر فيه كان كنتخسر. كان الجواب ديالو كيقول لي انا ما عرفتش قلت لك دابا عاد لا ما كنبغيش نتفكر هادشي والله. صنفوني هاد المسار ما كتبقاش يومين 3 ايام ديال التمرين. هذا جواب يعني واش هذا جواب واخا ما ديتش انا الكلام ديالو مشيت حالي ولكن جبت له الطلب جبت له الطلب عطيته عطيته 2 ديال الطلبات يعني واحد خصو يكاشي لي بان توصل وطال واحد كيطلع قلت له يمكن لك كاشي لي قال لي لا علاش ما نسكاشيش قال لي ان حنا ماشي دوله ويلي هكا قال لك حنا ماشي دوله حنا ما تابعينش الدوله اش تابع؟ قلت له شنو تابع؟
قال لي حنا ما تابعينش الدوله اللي كتكشف، حنا ما كنكشفش، خلينا الطالب هنا وحنا ديك الساعه نشوفوه وردوا عليك خبر. ديك الطالب الى يومنا هذا ما ردوا خبر، ما قالوا حتى شي حاجه، كأن شيء لم يكن بصفه نهائيه. وسبق لي انا تكلمت على الموضوع هذا، سبق لي تكلمت مع القناه ديال جيل بلا ما نذكروا الاسماء. اذا يعني هضرتي على المساله هذه حتى من القمع ديالك، يعني اذا هذا كنسموها حنايا قمع، يعني خاب دابا ديك السيد هذاك اللي مسؤول تما، اول حاجه هو كيعرفني انا بالنسبه لي انا كشخص ولد المدينه قديم، عندي خبره وتجربه وعندي بزاف الامور، وسبق لي انا ربما كنت قبل منه هو بديك المنتدى، قبل ما تكون منتدى كانت هذيك جمعيات المحيط. الثمانينات كانت سميتها جمعيات المحيط، انا ديك الساعه كنت مع جمعيات المحيط ونشطنا مع جمعية المحيط وجرينا وكعبنا مع جمعية المحيط، وطلعت جمعية المحيط وتقلبت السمية وجا المنتدى أصيلة. ورغم ذلك كيعرف بأن كتينا راه ولد الدار، يعني أنا ولد الدار، كانت المنتدى أصيلة أنا ولد الدار، علاش راه ديجا قبل أنا خلاص كنت تكون منتدى راه كانت جمعية المحيط، هي جمعية المحيط رجعت منتدى أصيلة، راه أنا ولد الدار وفوق انا ولد الدار، انا ولد اصيله، انا ولد بلادك، انا عايش هناك. اصيله عندك غيره على هذه المدينه هذه بزاف. بغيتي ان الامور تكون كما المفروض خصها تكون بحال بعض المدن المغربيه طبيعي. وسبق لي اتصلت بالمرحوم الله يرحمه السي عيسى وتناقشت معاه في هذا الموضوع هذا، على الموضوع ديال الفضاء ماشي يكون هذه. قال لي ودي فوقاش ما جيتو مرحبا بكم، يعني كان مرحب بالفكره. لا كان مرحب، قال لي فوقاش ما جيتو مرحبا، راه كاينه فلان هنا ديمو الطلب ومرحبا كاين حتى شي مشكل. ولكن دابا السيد توفى الله يرحمه، تقلبت الآية ولا كلام اخر، ناس اخرين كيتكلموا اساليب قمعيه واساليب، هادشي غريب. وانا ما نكذبش عليك، انا مهتم بالمال. هادشي هو اللي خلاك انك تاسس نقابه باش تقدر تدافع بطريقه يعني قانونيه ورسميه. طبعا لان ما كيعطيوش القيمه للجمعيه، راه شي حاجه ما تصورش العقل ديالي، الجمعيات ما عندهمش قيمه فالمدينه هذه الجمعيات ما عندهمش قيمه. انا سبق لي خرجت على برا اوروبا، شفت الجمعيات كيفاش الدوله كتعامل الجمعيات، كيف راه هذاك الشيء غريب. راه انت بروكسل انت شايف، انا مشيت كاينه هيدا كيديروا مع الجمعيات كيرحبوا بهم ويتعاونوا معاهم ويدعموهم. هذا راه كتمشي عنده وتخسر من جيبك، خاصة انا اللي درت المحسبات ديال المنصب الوطني ديال 11 خسرت من جيبي، ما دعمني حتى شي واحد انا وما طلبش حتى شي واحد. وعوضتي داك الشيء ولا لا؟ ما عنديش مشكل، مش غنعوضو. يعني خسرتي وصافي؟ عادي طبيعي، وماشي اول مره، ماشي اول مره. شنو اللي كيخليك انك غير على مدينتي، بلاد ناس بقى فيها شي حاجه. اذا غادي نمشيو فاصل نشاهدوا بعد أزقة مدينة أصيلة وغنرجعوا لكم، خليكم معنا. ورجعنا لكم تاني، وطبعا غادي نرجعو نسولو أستاذ سعيد. مرحبا. سبق لك واش حربوك؟ طبعا تحارب، لان مدينه صغيره صراحه، مدينه صغيره وكاين اللي يحاربك، بزاف الناس اللي يحاربوك. علاش؟ ما خصكش تكون عندك الخير على مدينتك. واش هما ما كيحملوش على المدينه او شي حاجه اخرى ما عرفتش، الله اعلم.
ولكن السعيد دابا استاذ سعيد، خاصك تعرف بان راه كاين فنانين دابا عندهم السوشيال ميديا، كاينين فنانين عندهم اعمال فنيه، عندهم شريحه من الجمهور تتابعهم كتشوفوهم. فلهذا علاش ما توجهتيش يا استاذ سعيد وعملتي يدك مع يد هاد الفنانين الشباب وحاولتي انك تدمجهم معاك وتكون كلمه موحده، اي حاجه تحطات، اي حاجه تقالت، اي حاجه هذا يتم نشرها من قبل هاد الفنانين هادو اللي هما المدينه اصيله باش يكون واحد الصوت موحد. واش عمرك ما فكرتيها بهذه الطريقه؟ احنا قبل الفاصل تكلمنا على الموضوع هذا، قلنا بان اللي جعلنا اولا باش نعملوا هذه النقابه ونوضوا واش نقدروا نجمعوا الفنانين هذو، واي فنان اصيله وغير اصيله يعني منطقه الشمال مرحبا به عندنا النقابه ديالنا. مرحبا، النقابه ماشي ديالنا يعني ديال المواطن كله، يعني احنا كنمثلوا منطقه ديال الشمال، عندنا الجهه يعني طنجه، تطوان، الحسيمه. فاي فنان. علاش اختارتوا منطقه طنجه اصيله يعني ما عملتوش مثلا غير ديال اصيله خاصه بالمدينه؟ لان هذه النقابه هذه ما كايناش عندنا حنا الشمال، كاينه في الجنوب. دابا الاخوه اللي كنتصل بهم دابا في الشمال ما كايناش، لا ماشي ما كاينش النقابه، ما كاينش النقابه. هذا النوع من النقابه هذه اللي هي الامانه الجهويه. الامانه الجهويه. شحال هي النقابه في شمال المغرب؟ ما بالضبط ما عرفتش شحال، ما يمكنليش نعرف شحال النقابات. وكاين الصراحه وكاين النقابات، وكاين انا عندي صديقي في طنجه راه يدير واحد النقابه ديال الموسيقيين. صديقي هي ومسكين وليدو شحال مره اتصل بيا وكيعرض عليا باش نعملوا معاه شي لقاء تما وكذا، وما ساعدنيش الوقت شويه ومازال ما درتش عندهم تما. ولكن كاين بعض الاخوان الموسيقيين هنا وفنانين مشاو لعندو، وكاين اللي يصاوبوا البطاقه ديال الفنان، كاين يصاوبوا البطاقه ديال الفنان. ولكن اللي كان قال لي خصني نصاوب لك البطاقه ديال الفنان، قلت له من بعد ان شاء الله يكون خير. دابا البطاقه ديال الفنان عندي في وزاره الثقافه، قريب ان شاء الله يا ربي ناخذ البطاقه ديالي. اذا هاد النقابه واش غيكون على دور في مهرجان مدينه اصيله السنه القادمه؟ ان شاء الله ان شاء الله. لما لا احنا نديروا مهرجان، عندنا الفكره ان شاء الله يا ربي ما يكونش فقط في الصيف، انما يكون يعني في عده فصول يكون فصول كامله ان شاء الله. وبالاخص في الصيف كنفكروا باش يكون واحد المهرجان ما يكونش فيه يعني نهار يومين 3 ايام، لا خصنا نديروا واحد المهرجان كحال اللي كان قديم اللي كان جمعيه الموحد. علاش ما يكونش عندنا حنا مهرجان، حنا نديروا مهرجان ويكون فيه مثلا واحد 2 اسابيع ولا 3 اسابيع على الاقل، وحتى حنا عاوتاني نستدعيو فنانين كبار. هادشي غادي يجعل المدينه انها كتستقطب اكثر السياح للمدينه والناس يعني غينتعشوا من خلال هاد الافكار الجميله. طبعا يعني الحق ليا كاين شي ناس عندنا شي مسؤولين من الله يهديهم، حنا ما كنبغوش نهضروا، حنا من العاده ديالنا ما كنبغوش نهضروا، دائما ساكتين. ولكن هما شويش القرارات ديالهم ماشي هي هذيك. كاين شي كيفاش بعض القرارات من بعض الامورات ماشي بلاصتها، مراجعه القرارات ديالهم ضروري. ولكن هذا الشيء راه كيجعل ايام الانتخابات ان ساكن مدينه اصيله ممكن انها حتى هي يكون عندها كلام اخر. حنا بالنسبه لنا حنا ما كنتميوش شي حزب، ما عندنا حتى شي علاقه بالسياسه بصفه نهائيه. حنا كفنانه ما عندنا حتى شي علاقه بالسياسه. اييه. بالنسبه لنا حنا اذا كنا غادي نديرو دابا هي باش الناس يعرفوا شنو هي النقابه. هذه ماشي نقابه وحده، هذه الامانه الجهويه للنقابه المغربيه للفنان المهني. ملي كنقولوا الفنان المهني راه معروف الفنان المهني شكون. بالنسبه للمكتب تاسس يوم 5/8/2025 بالضبط على الساعه 4 مساء. والمكتب هذا فيه 9 ديال الافراد اللي هما فنانين، كاينه من مدينه اصيله وكاينه من مدينه طنجه. والمكتب كيتكون من الرئيس اللي هو عبد ربي سي سعيد العزه، وكاينه النائبه اللي هي فاطمه الزهراء
مدينة طنجة هي تعتبر أول حاجة فنانة مسرحية، ثاني حاجة هي صحفية. كاين الأمين، كاين محسن. ومن ديك الساعات إذا مثلا ديك لائحة الأعضاء، مش عارف الأسماء ديالهم كلها والمعلومات ديالهم كلها، عندنا كلشي في هذا. ما كاين حتى شي مشكل. وأخيرا كنشكر الأستاذ ديالنا اللي جا من بلجيكا حتى من أصيلة مشى معنا هذا الحوار هذا. مرحبا والف مرحبا. طبعا حنايا كما عملنا مع عدة يعني نقابات فنانين، طبعا حنا كيهمنا كدورنا كإعلام مدينة أصيلة نسلطوا الضوء على أحد أفراد مدينة أصيلة، مواليد مدينة أصيلة، اللي قام بتأسيس هذه النقابة هذه، وكأول لقاء وكأول تشجيع للنقابة. وحنا غادي نتابعكم كتب. مرحبا وأهلا مرحبا. وغنرجعوا لكم يعني بعد ما غادي يتم التطوير ديال هاد النقابة هذه، ونعرفوا شنو الأشياء اللي درتوها والأشياء اللي ما درتوهاش. مرحبا. نتمنى لكم التوفيق. غير واحد النقطة باش السادة المشاهدين يفهم شنو كاينة. حنا ما درناش هاد النقابة، جينا كنا جالسين قلنا نديروا النقابة، لا. حنا راه مشينا النقابة تنقبلو، مشينا عند الإخوان في النقابات فنية وجلسنا معاهم وعطاونا واحد من المعطيات، شنو الدور ديال النقابة وشنو يمكن لنا دير النقابة وشنو يمكن لنا ندير وشنو كذا وكذا، وشجعونا. وهما دابا هما معايا على اتصال وكينتظروا ان شاء الله يا ربي شنو حتى هما خصهم يشوفوا شنو غنديروا كيعوصوا شنو كذا. وكيقولوا لي بالنسبه لنا حنا مساندين لك في السراء والضراء، اللي بغيتوها مرحبا، ولو شي حاجه اللي غفلت عليكم حنا موجودين. وقريبا ان شاء الله يا ربي يكون واحد جلسه هنا مع الاخوان ديال فاس النقابه ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح والازدهار مرحبا دائما وابدا، وغادي نتابعكم ان شاء الله شكرا في التطور ديال النقابه ديالكم. بهذا كنكونوا كملنا البرنامج ديالنا ديال اليوم مع السي سعيد الشمالي. كنتمنى له التوفيق، وكندعو لكم موعد اخر في لقاء اخر مع فنان اخر. تحياتي لكم، كان معكم اشرف عاصي من قناه أصيل TV.